اني اوقف اكون معكم مع اهلنا في فلسطين وجنبهم. نحن ذقنا المر وذقنا المجازر وذقنا الموت وذقنا السجون وذقنا كل شيء، عم ندوق كل شيء هلا عم يذوقوه اهلنا في غزه واهلنا في فلسطين. التهجير ذقناه، الله سبحانه وتعالى فرج علينا، وان شاء الله ايام قليله او اشهر قليله وترجع الناس على بيوتها. ولكن نحن بدنا نتبع اساليب نشغل فيها المخ والعقل فيها شوي. لازم نحب بعضنا اكثر، لازم ندير بالنا على بعضنا اكثر. اللي بيدعم المحتل في ليره او في فرنك او في اي شيء كان، مقاطعه هذا حقكم وحق كل واحد. ما يدعم قاتل ابنه، قاتل اخوه، قاتل عمه، قاتل اخته، قاتل مغتصب ارضه، حقه. نحن هلا يمكن هون الله فرج علينا شوي واقفين مرتاحين، بس اهلنا هونيك في غزه عم ينحرقوا في مخيماتهم اللي هن موجودين فيها، عم ينقتلوا، محتاجين لقمه الاكل، محتاجين كل شيء. الحكي بس ما بيفيد لحاله، بده نرجع على بعضنا، نرجع قلوبنا على بعضنا بشكل اكبر. نحن الله سبحانه وتعالى ما نصرنا حتى رجعنا لبعضنا ورجعنا لله عز وجل بشكل حقيقي وفعلي، لحتى طبقنا لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. حتى غيرنا في انفسنا لحتى الله سبحانه وتعالى فرج علينا، ونحن لازم نغير ما في انفسنا. نحن رسائلنا لازم تكون لكل اهلنا الفلسطينيين الموجودين في اوروبا في كل مكان، دائما يكون صوتهم عالي بطريقه نشغل فيها العقل، نشغل فيها الحكمه، لانه ما هو دائما من خلال تجاربنا كانت العشوائيه تعطي نتيجه، لا، بدها يكون فيها ترتيب وتنسيق. خلص نقتطع كلياتنا بناخذ بطريقه حضاريه، بطريقه جيده جدا، بنوصل صوتنا بطريقه فعليه من خلال مؤثرين، من خلال اهلنا الفلسطينيين. الله يتقبل الصحفيين الفلسطينيين اللي استشهدوا، اللي حاولوا ينقلوا لنا الصوره كلياتها بشكل حقيقي وفعلي من اللي عم بيصير هلا. اذا نحن ما حسينا في بعضنا بشكل فعلي وحقيقي، نحن ما رح ننتصر وما رح نحقق النصر تبعنا. لهيك نحن حبيت اعبر لكم انه نحن معكم وقلبنا معكم. ويوم اللي كنا عم ننقصف ومحاصرين في ادلب كان صوتنا عالي كثير مثله مثل اي فلسطيني. يوم اللي تنزل الصاروخ عليه صوتنا معه مثل وقت اللي ينزل الصاروخ علينا. نسال الله عز وجل ان شاء الله الفرج لكم ولنا، وان شاء الله بنزوركم في فلسطين كلياتكم. السلام عليكم.